السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وجايين لكم في ري القمح اهوت. ري القمح قمح بلدي وبنرويه ميه غم زي ما انتم شايفين. الطير اللي موجود في الارض ده هو يا جماعه، ده بنسميه عندنا ابو اردان باللغه العاميه بتاعتنا. ده طبعا بينقي اي حشائش موجوده في الارض او حشرات او ديدان او الحاجات ديت. ده باعتبار احنا بنسميه صديق الفلاح. اهو زي ما انتم شايفين، هو طبعا يعني ايه، خايف من الكاميرا. والميه زي ما انتم شايفين اهي موجوده في الارض اهيت. ده ارض غم، وفي ناس بتكتب لي في التعليقات بتقول ان دي ارض في الوادي الجديد. لا، ديت في مركز بالقاس، ارض سمراء مش في الوادي الجديد يا جماعه. الوادي الجديد التربه بتاعتها مش زي دي. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هوريكم وانا في الوادي ان شاء الله. هصور في الوادي الجديد برضه، نكمل الفيديوهات بتاعتنا والحلقات بتاعتنا. وادي الميه هي الميه دي يا جماعه هي شريان الحياه اهي. طبعا انا بعد شويه بعيد عن المكنه لان صوتها عالي، وبعدت شويه واستنيت شويه لغايه ما الميه تبعد شويه عشان ما الصوت بتاعنا يبقى واضح. وطبعا اسماعيل ابو ادم ربنا يشفيه جه معايا النهارده، قاعد معايا. انا بتونس بيه طبعا، وجاي عشان قاعد معايا واحنا بنروي الارض القمح بتاعنا. وقاعد اهوت زي ما انتم شايفين اهو، منه فسحه بتفسح وهو بدأ يمشي الحمد لله بفضل ربنا وبركة دعواتكم. والدكاترة منعوا له يشرب سجاير، بس هو بيشرب سجاير برضه زي ما انتم شايفين وبنفخ اهو. يا ابو ادم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش الدكاترة قال لك بطل السجاير؟ ده انت زهقتنا يا راجل. نعم، بعد واحدة دي. اه النهارده انت ايه شعورك كده وانت جيت شفت الارض اهيت واحنا معلقين عليها بسم الله ما شاء الله القمح اهوت في خلال 50 يوم اهوت بسم الله ايه في الارض خالص اهو. هو في صفار يا جماعه عشان الارض عطشانه، احنا اتشغلنا شويه عنها وما رويناهاش في الميعاد بتاعها، ولذلك تلاقي القمح ايه في صفار شويه. ده ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه مش هتلاقي الصفار ده. احنا دلوقتي النهارده الساعه 1 الظهر، يوم الاحد. يوم الاحد النهارده كام في الشهر يا ابو ادم؟ اه والله كويس، استفدنا منك كده. النهارده يوم الاحد تقريبا، والعلم لله يوم 19/2 والعلم لله. فزي ما انتم شايفين بنوريكم الاجواء بتاعتنا ديت الجميله الحلوه ديت برضو بنقول عليه، والصوره بألف كلمه. وطبعا ابو ادم اهوت النهارده 17 17/2. النهارده 17/2 يا جماعه. بنعمل بس تعديل، هو بص في التليفون، وطبعا الدنيا لهيانه وما احناش عارفين التاريخ. ايام كلها، كل الايام عندنا شكل بعضها، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. وطبعا
بنبارك لكم ونعيد عليكم في الأيام المفترجة ديت. النهاردة 18 شعبان، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. وطبعا برضه بنقول لكم كل عام وأنتم بخير. خلاص إحنا في أيام مفترجة وداخل علينا شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وطبعا الأخ أبو آدم هوت هنكلمه ويبدأ يتحدث معاكم شوية ويقول لكم عن التجربة اللي هو مر بيها، والحمد لله هو بقى كويس ورجله هي بقت حلوة الحمد لله، بدأ يمشي عليها كده على الخفيف. الحمد لله على السلامة يا أبو آدم. اهلا وسهلا، الله يسلمك. فطبعا هو بيناشدكم، دي أخويا الصغير بيناشدكم تدعموني في القناة. بركاتكم بقى، ادعمونا باي حاجه كده. كل سنه وانتم طيبين. الايام المفترجه دي داخل علينا رمضان، ويعود عليكم الايام بخير. وطبعا انتوا عارفين طبعا رمضان طبعا يعني حاجه جميله في مصر، طبعا بتبقى حاجه تانية خالص. مصر، رمضان في مصر فعلا حاجة تانية. رمضان في مصر حاجة تانية يا جماعة، وهنصور لكم إن شاء الله في شهر رمضان حاجات حلوة أوي 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 هتعجبكم خالص. يعني هنعمل شوية مخبوزات. طبعا هي صنعتنا، أهل الأردن حبايبنا عارفين الكلام ده، وأهل العراق والدول اللي أنا اشتغلت فيها عارفين الكلام ده. فإن شاء الله ننفذ شوية حاجات حلوة أوي هتعجبكم في شهر رمضان الكريم. وطبعا أنا بسيبها لكم مفاجأة، هفاجئكم بيها. يعني أنا بس يا جماعة أنتم مفكرين بس في الزراعة بس، لا، ده في حاجات تانية حلوة كتير، حاجات حلوة كتير أوي 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 هتعجبكم وهتتبسطوا منها، وهقول لكم المقادير بتاع كل شيء. بس النهارده عشان ما نخرجش عن الموضوع بنوريكم طريقة ري غمر بالمكن الري. زي ما انتم شايفين مية ري نيلي، والنيل ده طبعا هو شريان الحياة. مية طبيعية يا جماعة، مية حلوة قوي، مية زي السكر، مية جميلة. فطبعا انا هاخد الكاميرا وامشي معاكم شوية كده عشان تشوفوا المية. بس عايز في الشوية دولت اكتم الصوت، لان الصوت المكنة عالي كتير ومزعج لحضراتكم. بس انا عايز اعيشكم الاجواء بتاعتنا وفي الحالة اللي احنا فيها، تعيشوا معانا الاجواء الجميلة والحلوة ديت وتشوفوا الحاجة على الطبيعة. طبعا بنوريكم كل شيء على الطبيعة اهو بدون منتجة ولا حاجة. طبعا انا ماشي اهو، هذا المكن المية زي ما حضراتكم شايفين. ممكن الصوت بتاعي ما يبقاش واضح، ولكن انا حابب اوريكم الاجواء بتاعتنا على الطبيعة. المية على طول في قلب الارض مباشرة اهو اهو. وادي الترعة اللي بيجي منها المية. نوريكم الاجواء المصرية الحلوة الرائعة. واحنا ما كناش عاملين حسابنا النهارده نجيب نعمل شوية شاي على الرافية. جينا فجأة كده، ما كانش المية موجودة والقناة موجودة وعلقنا. ولكن احنا
بنستغل الفرص ديت لما بتجيلنا فرصة، بنسوي شوية شاي على الراكية، ناكل لقمة حلوة كده من الفلاحي بتاعتنا، من العيش الفلاحي بتاعنا الجميل ده، مع جبنة قريش، مع خير الأرض زي ما انتم، فيه خس وفيه فول وفيه كل حاجة موجودة بفضل ربنا، موجودة في أرضنا. وطبعا أبو آدم اهوت هيمسك التليفون كده، وبعد إذنك أبو آدم امسك التليفون. وطبعا يا جماعة برضو بنكمل معاكم الفيديو ده، وإن شاء الله استنونا في فيديوهات تانية جديدة. وطبعا شايفين الأجواء اللي فيها الجميلة الحلوة دي يا جماعة. وطبعا هنختم معاكم الفيديو بتاعنا ده. وطبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله وأمنه. مع السلامة.